في بورسعيد، وهناك عند مبنى هيئة قناة السويس وقبل ما تتبني اتضرب في الأرض أول فاس لحفر قناة السويس يوم 25 إبريل عام 1859. ومع حفر قناة السويس اتولدت مدينة بورسعيد اللي ما كانش ليها وجود قبل القناة، ومن هنا يتعرف تاريخ ميلادها باليوم والشهر والسنة. والنهاردة في عيد ميلادها 162 هاخدكم نتفسح فيها سوا ونقول لها كل سنة وانت طيبة. بورسعيد، بور يعني مينا بالفرنساوي، أما سعيد فده اسم الخديوي محمد سعيد اللي وافق للفرنسي فرديناند دي ليسبس على حق الامتياز في حفر وتشغيل قناة السويس ولمدة 99 سنة. كان له تمثال ضخم جدا على مدخل القناة على المكان ده بالضبط، ولكن مرت عشرات السنين وقرر جمال عبد الناصر تأميم القناة. الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. فقام العدوان الثلاثي على مصر، وقرر أهالي بورسعيد إسقاط تمثال دريسبس باعتباره رمز للاستعمار الأجنبي وسبب في دخول الاحتلال الإنجليزي لمصر. والتمثال في النهاية تم نقله لمتحف في الإسماعيلية. في الحقيقة أنا بيني وبين نفسي واقع في إشكالية صغيرة كده. أنا حابب التمثال يرجع باعتباري هاشم اللي بيحب التراث، بس في نفس الوقت عندي تاريخ أهلي اللي لازم أحترمه. لو أهلي قرروا إن هم ينزلوا التمثال من القاعدة بتاعته فلازم أحترم تاريخ أهلي. وعلى الممشى اللي شهد كل الأحداث الصعبة دي اللي مرت بيها بورسعيد تلاقي العشاق معلقين على السور إقفال بيشتروها في عيد الحب، زي إقفال الحب في جسر العشاق بباريس، وعلى قد عمر الحب بيكون حجم القفل. قبل ما اجي بورسعيد كانت قال لي ان فيلا فرديناند دي ليسبس ما زالت موجوده، اللي هي الفيلا اللي ورايا دي، ولكن صديقي الرحاله هاشم قال لي حاجه تانية خالص اللي هي في زمن ديليسيوس كانوا بيصطادوا سمك من الحته دي يا بسنت، لان البحر كان هنا. البحر كان ممتد لغايه هنا. دي هي الفيلا الوحيده في بورسعيد اللي مبنيه على الطراز القوطي، تمام، وده طراز كنائسي. بناها راجل تاجر اوروبي لبنته وسماها على اسمها فيلا فرناند. الناس بقى اتلخبطت ما بين اسم فرديناند دي ليسبس وما بين فرناند بالظبط، ومن هنا اعتقدوا ان دي فيلا دي ليسبس. كل ما تمشي على رجليك كل ما بتشوف حاجات اغرب واكتر. شفت بيت قديم مهجور وسط البيوت الحديثه العاليه، والغريبه انه مكتوب عليه بالايطالي. كل اللي عرفت اقراه كان كاسا دي ايطاليا، يعني البيت الايطالي. قريت اسم إيمانويل، وده كان آخر ملك حكم إيطاليا قبل ما تتحول من ملكية لجمهورية. وقريت تاريخ بناء البيت عام 1938. أتاري البيت ده اتبنى في الوقت ده علشان يبقى مقر الجالية الإيطالية في بورسعيد، في وقت كانوا الإيطاليين مهووسين بالهجرة لمصر. تخيلوا بورسعيد وحدها كان فيها 40,000 إيطالي. بورسعيد تقدر تتنقل من قارة أفريقيا لقارة آسيا بالمعدية وفي 3 دقايق بس، وده لأن قناة السويس بتقسم بورسعيد لجزئين، جزء تبع قارة أفريقيا وجزء في قارة آسيا في آخر طرف في شبه جزيرة سيناء واللي اسمها بور فؤاد. وفي بور فؤاد رحت الملاحات. الملح أول لما بيخرج ما بيكونش بالبياض اللي بتشوفوه ده، ولكن بيكون لونه بني بالدرجة دي، وبعدها بينقوه لغاية لما بيوصل للبياض ده. الناس كانت فرحانة وعمالة تصور وكأنها في التلج. احنا المصريين طيبين جدا، أقل حاجة بتفرحنا. الفلامينجو. هل تعلم عزيزي المشاهد أن هذا الطائر فائق الجمال يوجد بكثرة في بلدك مصر؟ كنت هتجنن من الفرحة لما شفت أسراب الفلامينجو في طريق ملاحة بور فؤاد، ما كنتش مصدقة، وعرفت إن بيجي بكثرة في بورسعيد في فصول الخريف والربيع. وخلصت جولتي في آسيا، ورجعت أخدت المعدية من تاني ورجعت على أفريقيا علشان ناكل سمك ونحضر فرح. البورسعيدية ما بياكلوش إلا سمك طازة. أيوة. حقهم الصراحة، يعني هياكلوه مجمد ليه؟ سوق السمك في بورسعيد حاجة آخر حلاوة ونظافة. المانجا كابوريا بالمانجا، كابوريا بالبطارخ، كابوريا بالبطارخ. هناك اتعرفت على خفة دم البورسعيدية اللي هاتك يا رأس بالسمك أول ما شافونا بنصور. ويدخل اقتحام مفاجئ من أجنبيات يشاركون الرقص مع السمك. صوري خشي.
وبعد ما بتنقي السمك اللي انت عاوزه بتروح على أكشاك في نفس السوق السمك اللي انت فيه عشان تسويهولك وتاكله عندها بالهنا والشفا. الفرح، عرسنا بورسعيدي والعروسة ألمانية صممت إن اللي يحيي الفرح تكون فرقة بورسعيدية أصيلة، فجاب لها فرقة السمسمية. ومن حسن حظي كان في العازفة فاطمة مرسي، ودي المرأة العازفة الوحيدة للسمسمية في العالم. وأنا كنت العازفة الثانية في العالم. قالوا لي البورسعيدية إن السمسمية هي تقليد مصغر من آلة الطنبور بتاعت أهلنا في جنوب مصر، ولأنها على شكل مصغر اتسمت سمسمية من مسمسمة يعني. وقالوا لي إنهم عرفوها من العمال اللي جم من جنوب مصر عشان يشاركوا في حفر قناة السويس. وختامها فرح. بالفرح تكون خلصت جولتي في الجميلة بورسعيد. كل سنة وهي طيبة، عمرانة بناسها الحلوين، وغنية بتاريخها العظيم.